6 أخطاء كفيلة تضيع مجهودنا في أي دايت مهما كان كويس. أول حاجة إن أنا مكنش بشرب مية كتير. تاني حاجة إن أنا أكون بنام أقل من 7 أو 8 ساعات. تالت حاجة إن أنا مكنش بعمل نشاط ولو خفيف زي المشي مثلا أو ركوب الدراجة الثابتة في المنزل أو أي نشاط خفيف بعمله في البيت زي تمارين اليوجا مثلا أو الاسترتشنج. رابع حاجة إن أنا باكل في أوقات مش ثابتة، يعني مواعيد الأكل بتاعتي فطار وغدا وعشاء مش مواعيد ثابتة. خامس حاجة إن أنا باكل أكل صحي ولكن بكميات كبيرة أكتر من احتياج جسمي. سادس حاجة ودي غريبة شوية إن أنا أكون باكل أكل أقل من المفروض أكله، وبالتالي بدخل جسمي في حالة جوع، وهنا الجسم بيضطر يقلل الحرق عشان يواكب حالة الجوع دي. إذا الأكل الأقل كمان هو بيعمل نفس الضرر بتاع الأكل الزيادة، وهو بيقلل الحرق وبيخزن دهون أكتر أو بيخلي الجسم يتمسك بدهون أكتر من إنه يحرقها. فأنا عندي 6 مشاكل قد تبدو بسيطة جدا ولكن هي في الحقيقة مؤثرة جدا وفعالة في أي دايت. لازم ناخد بالنا منهم. نشرب كل يوم من 2 ل 3 لتر مية، نتحرك ولو من تلت ساعة نص ساعة يوميا، ننام في مواعيد ثابتة، نحاول ننام من 7 ل 8 ساعات، ناكل في مواعيد ثابتة على قد ما نقدر، ناكل الكميات اللي جسمنا محتاجها، وده طبعا تبع لنظام غذائي سليم.